السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في أطلس ليونز. أطلس ليونز قناتكم الكروية. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم من جديد، مرحبا بكم في فيديو جديد. شكرا على دعمكم المستمر، شكرا على وفائكم، ومرحبا بالناس الجدد في القناة اللي كل يوم كنتطوروا، كل يوم كنكونوا أكثر. الفيديو اليوم واحد الفيديو مهم. غنهضروا على لاعبين اللي لم يتم المنادات عليهم. فهذا الفيديو هذا ماشي يعني غنعملوا واحد المشكل اللائحة اللي كان متواجدة. فبطبيعة الحال اللائحة اللاعبين المتواجدين هما افضل لاعبين مغاربه اللي كاينين لحد الان، ولكن هذا الفيديو هذايا عامش نشرحوا يعني العدد الكميه الهائله د اللاعبين المغاربه اللي مستعدين واللي يقدروا يكونوا متواجدين اي واحد في هاد اللاعبين في المنتخب الوطني. فحنايا كمغاربه خصنا نفتخروا بهاد اللائحه د اللاعبين اللي يقدروا يكونوا عندنا. فغنبداو بطبيعه الحال بحراسه المرمى، غنمشيو يعني بترتيب. فبطبيعه الحال حراسه المرمى كما عارفين سي وليد الركراكي هز جميع حراس المرمى اللي عندنا يعني على مغاربه. يعني خدانا انس زنيتي، رضا تقناوتي، منير الكاجوي وياسين بونو. فبطبيعه الحال هاد الاربعه الاختيارات ما كاين حتى كلام فيهم، فاحسن حراس المغاربه متواجدين. ففقط خلى لي بعض الحراس اللي كاينين في البطوله اللي كنت نقدر نختار منهم اي واحد، ولكن انا اخترت هشام المجد لانه هو اللي عنده خبره في يعني في المنتخب المحلي. كنت نقدر نختار كما قلت لكم اي حارس شاب، اسماعيل عصام الماش او لا تلمساني اللي كيلعب في تشيلسي. ف يعني هذا الامر ماشي مهم يعني لان كاين العديد من اللاعبين. فعمروا الى الظهير الايمن. كما عارفين بطبيعه الحال الظهير الايمن احسن الظهير الايمن اللي كاينين في العالم، كاينين في المنتخب الوطني. عندنا كل من اشرف حكيمي، كل من نصير مزراوي. فهاد الاختيارات هادو بطبيعه الحال ما نقدروش نتنافسوا عليهم. ففقط كتذكير يعني غنوري بان كاين اظهره اكثر اللي يقدروا يكونوا يستحقوا يكونوا في المنتخب، اللي يقدروا يتنافسوا على هاد البوزيسيون. فاول واحد اخترت فيهم هو فهد مفيد. اللاعب هذا اللي كيلعب في بورتيمونينسي، اللي كيلعب في الدوري البرتغالي، كيلعب جميع المباريات مع الفرقه ديالو، كان مطلوب في نادي اوبورتو. واللاعب يعني عنده واحد التقييم جيد في جميع المباريات، دائما كيعطي تمريرات حاسمه، دائما كيساعد الفريق. فهد مفيد اول واحد. ثاني لاعب كظهير ايمن اخترت شيبي اللي انتقل مؤخرا الى بيراميدز المصري. هذا اللاعب حتى هو كان يقدر يكون متواجد في اللائحه النهائيه. غنشوف من بعد في هذه اللائحه هادو اللي عملت اليوم يقدروا يدخلوا بزاف د اللاعبين منها. فكما قلت لكم الثاني ظهير ايمن اخترت الشيبي، والثالث ظهير اخترت العملود اللي كيلعب في نادي الوداد، اللي ايضا عنده خبره في المنتخب الوطني اللي كان كيمشي كمحلي. فهذا اللاعب هذا ايضا يقدر يفيد المنتخب الوطني الاول. غنمروا الى الاظهره اليسرى. غنبداو باول واحد وهو ادم ميسينا، اللي لابد كان يقدر يكون متواجد في اللائحه الاولى، ولكن كما عارفين سبب الاصابه هو اللي بعدوا على التشكيله الرسميه. نتمنى له الشفاء العاجل ان شاء الله، لان عندنا فقر في هذا البوست في المنتخب الوطني حاليا. ثاني لاعب اللي يقدر يكون ظهير ايسر وهو حمزه منديل، اللي صراحه تفاجات بعدم التواجد ديالو في المنتخب، لان ادى واحد المستوى جيد في نادي او اتش ال لوفون البلجيكي. اللاعب كيلعب جميع المباريات، كيلعب اساسي، كيعطي تمريرات حاسمه، يعني عنده واحد تقييم جيد. فاستغربت عدم المنادات عليه. فنشوفوا اللائحه النهائيه شكون هو اللاعب اللي غيكونوا في الاظهره يعني اليسرى. ثالث لاعب كظهير ايسر مروان الكورواني، اللي كيتالق هذا الموسم ديالو مع نايك نايمخن. هذا اللاعب هذا كيلعب تقريبا في جميع المراكب في الفريق ديالو، كيلعب كقلب دفاع، كيلعب كظهير ايسر، كيلعب كجناح. فهذا الموسم هذايا الفريق ديالو كيستعملوا في جميع يعني البوزيسيون اللي كاين في الفريق. امروا الى قلب الدفاع، واول لاعب غنبداو به هو بطبيعه الحال نيف اكريد، اللي السبب عدم استدعاء عليه في التشكيله الاولى هي سبب الاصابه. فيعني نيف اكريد متواجد معنا في هذه اللائحه الثانيه.
اللاعبين اللي ما كاينينش في اللائحه الاولى. نايف اكراد اللي كنتمنوا له ان شاء الله يتشافى ويكون متواجد معنا في الفريق الاول ان شاء الله. اللاعب الثاني كقلب الدفاع اللي اخترت هو زهير فضال، اللي كان يقدر يكون متواجد في اللائحه الاولى، ولكن كنظن بان السبب عدم استدعائه هو بان هذا شهر شتنبر وشهر اغسطس ما لعب حتى دقيقه، لانه كان في نادي سبورتينغ لشبونه. الفريق كان باغي يستغنى عليه، ومؤخرا انتقل الى نادي فايادوليد في اخر دقيقه، واللاعب باقي ما لعبش. اللاعب الاخر قلب الدفاع اللي الصراحه مستغرب في عدم القدوم ديالو الى المنتخب، وهو القندوس، اللي كنت كنظن بان الجميع يقدر يتفق معايا بان هذا اللاعب هذا كان يقدر يكون متواجد معنا في اللائحه قبل بعض اللاعبين اللي كاينين حاليا في المنتخب. فالسبب عدم استدعاء عليه يعني علامه استفهام. ما عرفتش علاش ما كيناديوش على هذا اللاعب هذايا اللي قدم الرغبه ديالو بانه باغي يكون يعني مع المنتخب الوطني. فثالث لاعب اخترت هو يونس عبد الحميد، اللي المستوى ديالو جد جيد. هذا اللاعب هذايا اساسي في الفريق ديالو، اساسي دائما، كيساعد الفريق ديالو دائما، لاعب دائما في التشكيلات احسن لاعبين في الدوري الفرنسي، دائما كيخرج في ديك التشكيلات 11 افضل لاعب. فسبب عدم الاستدعاء عليه الله اعلم. كنظن بانه لاعب متقدم قليلا في السن، ولكن كنظن بان هذا اللاعب هذايا بالخبره ديالو يقدر يفيدنا اكثر في المنتخب الوطني. رابع لاعب، وكنظن بان الجميع يتفق معايا بان حتى واحد ما باغي هذا اللاعب هذايا، ولكن كما قلت لكم هذا الفيديو هذايا فقط لاخباركم على اللاعبين الاخرين التي لم يتم المنادات عليه. سفيان شاكلا اللي ما لعب حتى دقيقه في الدوري ديالو البلجيكا، المستوى ديالو ضعف بزاف، فكنظن بان يكون واحد الاجمال بان هذا اللاعب هذايا ما يستحقش يكون حاليا في المنتخب الوطني. خامس لاعب واخر قلب دفاع وهو رضوان اليعقوبي، هذا اللاعب اللي كيلعب في اكسلسيور الهولندي. هذا اللاعب اساسي في الفرقه ديالو، كيساعد دائما الفرقه ديالو، دائما عنده واحد التقييم جيد. فلاعب باقي ما عمره تنادى عليه في المنتخب الوطني، لا الوطني لا الاولمبي، فكنتظروا ان شاء الله في المستقبل يعني على الاقل يراقبوا هذا اللاعب هذايا في مباريات اخرى في تصفيات وفي كاس افريقيا ان شاء الله. فمروا الى وسط الملعب. اول لاعب بطبيعه الحال هو فيصل فجر، هذا اللاعب اللي عنده الخبره في المنتخب الوطني، اللي لعب العديد من المباريات مع الفريق. هو ايضا يعني كتب بانه مستغرب بعدم الاستدعاء ديالو في المنتخب، فكنظن الامر واضح بان اللاعب ما لعبش الكثير من المباريات مع الفريق ديالو، ما مساعدش. وعاد حاليا كنظن بان عندنا لاعبين يعني في وسط الملعب افضل من فيصل فتح حاليا، اللي يقدروا يأدوا مستقبل حاليا ومستقبليا ان شاء الله. اللاعب الثاني اللي يعني كنت مستغرب، كنت كنظن بانه يكون متواجد معنا، وهو حمزه الصاخي. هذا اللاعب هذايا اللي كيقدم واحد المستوى جيد في الفريق ديالو اوكسير، لعب مع المنتخب الاولمبي المغربي، عنده خبره، يعني جا قبل الى المعسكرات المغربيه، ولكن كنظن السبب عدم استدعاء ديالو لان كاين واحد اللاعبين اللي سابقينها اكثر. لاعب اخر اللي كنت كنظن بانه يقدر يكون متواجد معنا هو ياسين البحيري، اللي كيأدي واحد المستوى جيد حاليا في نهضه بركان. قبل كان في مولوديه وجده، اللاعب اللي فاز بالسوبر كوب الافريقيه، كنت كنظن بان والد الركراكي عينادي عليه، ولكن اعجوبه الامر. هذا اللاعب هذا وسط الملعب هذايا اللي نقدروا نستافدوا منه في المنتخب الاول. كنظن بان عنده المستوى ماشي لعب معنا في يعني في هذه المباريات الوديه على الاقل. رابع وسط الملعب وهو بو عربيه، اللي كيلعب سبيسيال ايطالي. هذا اللاعب سبق له لعب مع المنتخب الوطني حاليا في الدرجه الاولى الايطاليه، كيلعب اساسي في الفرقه ديالو. فقط عنده 31 سنه، يعني واحد السن اللي هو ماشي واحد السن الاعتزال، يعني باقي له واحد الموسم او موسمان في الفريق ديالو. فهاد اللاعب هذا كنت كنظن كان يقدر يفوزنا. واللاعب اللي كنت يعني مستغرب بزاف علاش ما جاش معنا وهو يوسف مالح، اندريا بيرلو المغربي كما كيناديو عليه. هذا اللاعب هذايا مفيد من الفرقه ديالو فيورنتينا، كيلعب الكثير من المباريات. صحيح بان مؤخرا المستوى ديالو تراجع بعض القليل. سفيان مرابط صحيح هو اللي اساسي دائما، يوسف مالح كيدخل في الشوط الثاني. فهذا اللاعب هذايا اذا لعب اكثر واذا المستوى ديالو تطور اكثر نقدروا نشوفوه مستقبليا ان شاء الله مع المنتخب. لاعب اخر اللي كنظن كان يكون متواجد مع اللائحه اذا ما كانش السبب الاصابه ديالو، عمران لوزا، اللي باقي ما لعبش مع النادي ديالو، واللي لازم يرجع يعني الدقائق اللي كان مع الفريق ديالو لازم يرجع يعني ممارسه كره القدم، يرجع الاساسيه، يدخل بشوي في التشكيله، ماشي يقدر يكون واحد اللاعب اللي يقدروا يختاروه في كاس العالم.
وسط الملعب اخر وهو عادل تعربت، اللي بطبيعه الحال لم يتم المنافسه عليه بسبب اللاعب ما كيلعب حتى دقيقه في الفريق ديالو. الفرقه ديالو تقريبا كانت جرات عليه، كان قالوا له يفتش على واحد الفرقه اخرى. اللاعب كيتواجد حاليا بدون فريق، فهذا هو السبب عدم الاستدعاء عليه. فكنظن من الافضل له يوجد شي فرقه اللي يقدر يلعب فيها، ماشي يقدر يكون عنده فرص للذهاب الى كاس العالم. لاعبين اخرين اللي ما متواجدينش هما بلال الخنوس. كما عارفين هذا اللاعب هدايا واحد اللاعب اللي عنده مستقبل كبير في المنتخب الوطني ان شاء الله، ولكن عدم الاستدعاء ديالو كيرجع لان اللاعب غيلعب شي مباريات مع الفريق الاولمبي. نفس الشيء مع الياس السيباوي ايضا اللي غيلعب بعض المباريات في المنتخب الاولمبي. اذا هاد اللاعبين عطاو مباريات جيده في المنتخب الاولمبي فما نعرف، يمكن يكون عندهم الحظ ويكونوا متواجدين في المنتخب الاول. لاعب اخر اللي استغربت في عدم الاستدعاء عليه هو انوار تهامي، اللي اساسي في الفرقه ديالو في فايادوليد، ولكن كما قال وليد ركراكي في المباشر، قال بان انوار تهامي مؤخرا تراجع المستوى ديالو، ما بقاش كيدخل اساسي. فاللاعب كنظن بان كان غيكون مختار في اللائحه الاولى، ولكن سبب التراجع ديالو المستوى ديالو مؤخرا هو اللي بعدو على التشكيله. لاعب اخر الصيبري، نمر الان الى الاجنحه في الهجوم. فهذا اللاعب هدايا كان عيتنادى عليه في الفريق الاول، ولكن فضل يمشي للفريق الاولمبي لان كاين بعض المباريات اللي مهمه اللي غيواجه فيها منتخب تشيلي و انجلترا. لاعب اخر اللي لم يتنادى عليه وهو بن شرقي، اللي حاليا انتقل الى نادي الجزيره في الامارات. لاعب اخر كجناح وهو اسامه الادريسي، اللي المستوى ديالو تدهور بعض الشيء في نادي فاينورد. لاعب الموسم الماضي كان ادى واحد المستوى جيد مع نادي كاديس في الدوره الثانيه، ولكن المستوى ديالو تراجع بعض الشيء. لاعب اخر اللي المستوى ديالو جيد هذا الموسم وهو اسامه طعنان، اللي كيلعب في الفرقه ديالو اساسي، كيسجل اهداف، كيعطي تمريرات حاسمه. فيمكن لا اعلم هذا اللاعب هدايا كنظن بان عندنا العديد من اللاعبين في هذا المركز هذا، كعبد الصمد الزلزولي، كسفيان بوفال، كراحيمي، اللي بطبيعه الحال كنظن متفوقين لهذا اللاعب هدايا. واحد اللاعب اخر اللي خصنا نلاحظوه وهو مروان ازركان. هذا اللاعب اللي كيلعب في اكسلسيور، اساسي في الفرقه ديالو، مهم، كيسجل اهداف وكيعطي تمريرات حاسمه. كنظن هاد ما عندوش الوقت باش يكون متواجد في هذا كاس العالم، ولكن يمكن يكون متواجد في كاس العالم المقبله. فمروا الى راس الحربه والهجوم، واول لاعب عندنا هو طارق السدالي، اللي كاملين عارفين بان سبب عدم استدعائه وهو الاصابه. فهاد اللاعب كان غيكون هو رقم 9 للمنتخب. هاد اللاعب كان مؤخرا اخر اكتشاف ديال الفريق، واللي كنا عندنا واحد الطموح يكون يقودنا في كاس العالم، يكون هو الهداف، ولكن ما عندوش الزهر هذا اللاعب هدايا. لاعب اخر وهو يوسف العربي، اللي هداف تاريخي فيما مشى هذا اللاعب هدايا في الدوري اليوناني وفي الاسباني او في قطر. فهذا اللاعب هذا كيسجل الاهداف كل موسم، ما كنعرفش علاش ما كيعطوش هذا اللاعب هذا اللي نقدروا نستافدوا منه، نقدروا نستافدوا من الاهداف ديالو. لاعب اخر واللي عليه الكثير من الكلام وهو عبد الرزاق حمد الله. كما عارفين بان هذا اللاعب فقط لعب مباراه واحده، كان موقف بسبب المعاقبه. فهاد اللاعب هذايا اذا لعب مباريات اكثر وسجل اهداف اكثر في هذا الشهر اكتوبر او نوفمبر المقبلين، فلا بد يكون عنده واحد الارقام كبيره باش يكون متواجد معنا في المنتخب ان شاء الله. واحد اللاعب اخر اللي كان بان في بدايه الموسم وهو رضا خرشوش، اللي بدا الموسم جيدا كيسجل اهداف، ولكن من بعد المستوى ديالو تراجع وغاب الاسم ديالو على على الاخبار على الكره المغربيه. لاعب اخر اللي هو باقي شاب امين سلامه، كما قال والد الركراكي. هذا اللاعب هذايا كان كيلعب الموسم الماضي في في شبان، كان كيلعب الدرجه الخامسه، فهذا اول موسم ديالو. فما يمكنش واحد اللاعب يلعب جوج مباراه يتنادى عليه المنتخب، فاللاعب خصو يصبر ويلعب اكثر ماشي تم منادات عليه. فهذا اللاعب هذايا باين عنده واحد المستقبل كبير ان شاء الله. ولاعب اخر هو بولديني، اللي انتقل الى نادي ليفانتي، واللي عطى واحد تمريره حاسمه في هذا اخر مباراه. هذا اللاعب هدايا بيدو عنده ارقام كبيره يكون متواجد معنا في المنتخب، كما عارفين بسبب عندنا النقص في المهاجمين في المنتخب الوطني، فبولديني يقدر يفيدنا ان شاء الله.
واخر لاعب هو اسامه صحراوي. هذا اللاعب هذا اللي كيلعب في نادي فاليرينغا اللي كيسجل كل المباريات واللي عنده واحد المستقبل كبير واللي كيهضروا عليه في الصحافه الاوروبيه بزاف، لان هذا اللاعب هو يعني كيحسبوه الثالث افضل مراوغ حاليا مستقبلا يعني في اوروبا. يعني واحد اللاعبين اللي عيراقبوه من قرب. فالتشكيله اللي بقات لي من هاد افضل اللاعبين اللي لم ينادى عليهم هي التاليه: المجهد في حراسة المرمى، فهد الموفي، طارق نايف أجريد، يونس عبد الحميد قلب دفاع، أدم مسينا ظهير أيسر، وسط الملعب عمران لوزة، فيصل فجر، أجنحة إسماعيل الصيبيري، مروان أزركان، وفي رأس الحربة عندنا الثنائي عبد الرزاق حمد الله، يوسف العربي. فاخواني اخواتي ما بغيتش نطول عليكم الفيديو كثار، الفيديو فيه تقريبا ربع ساعه، ما كيعجبنيش الفيديو يكونوا طوالين. اذا عجبك الفيديو تكي على اللايك، اذا عجبك بزاف وما مشتركش معنا اشترك معنا في القناه، ونشوفكم قريبا ان شاء الله. السلام عليكم.